الدفاع عن شوف، دور الأحزاب السياسية في التعبئة والتجنيد هذا دورها الرئيسي، هو أنها والشعب واعي يبقى الآن اليقظة من أجل الدفاع عن الوطن والاستعداد لكل السيناريوهات. هذا ما يجب أن يكون. فالمؤسسة العسكرية وسائل الأمن هي واقفة من أجل الدفاع عن الوطن، وراهي بجيش امتداد شعبي، فهو من الشعب ونحن منه. فبنظري خليني نقول هذه المؤامرة التي تحاك على الجزائر هي ضاربة لدفاعها المستميت على العقيدة النوفمبرية والدفاع عن الأحرار، هو سيدة في قرارها أنها تقوي اقتصادها ومن ثم تقوي مؤسساتها، ولا تكون برفقة طبعا الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري في نهاية المطاف هو السيد، هو صاحب القرار. ومن ثم فلازم نوعي هذا الشباب، نوعي أن الجزائر بحاجة كما كان شباب الأمس اللي حروا الأرض أنه يستمر على محافظة على الوديعة والدفاع عنها وبصوت واحد. هذه أرض الأحرار وهم أبناء الأحرار، فهي الثورة هي ملك للشعب. من غير طبيعي ومن غير معقول أن هذا الشعب لا يستمر، وهذا طبيعي في جنيات الثوار أنه يدافع على هذه الوحدة الترابية وسلامة يعني الأرض المعمورة. وفي نظري دور الأحزاب السياسية أنها تعمل بدون هوادة على اليقظة والتعبئة والتجنيد للدفاع، لأنه كل الشعب الجزائري كل فئات كلنا جنود من أجل الجزائر.